هاي شادوز، ازيكم؟ انا شاهد. فيديو النهارده هنتكلم عن اكتر يوم مرعب ممكن يمر بيه طالب بيفكر يدخل كلية فنون جميلة او فنون تطبيقية، الا وهو يوم اختبار القدرات. جمعت لكم النهارده اكتر القصص الحقيقية من تجارب زمايلي عن يوم الاختبار بتاعهم. فتعالوا يلا بينا نبدأ، عشان في قصة من القصص واحدة راحت الامتحان من غير الادوات بتاعتها. فيلا بينا نبدأ بأول قصة. نلبس بقى النضارة علشان هبدأ أقرأ لكم القصص من اللابتوب، فلو لقيتوني ببص كده فأنا ببص على اللابتوب. تمام، نبدأ بأول قصة. سارة بتقول الحقيقة يوم القدرات أنا كنت تايهة شويتين، لأني عمري ما كنت متخيلة أخش فنون جميلة. الحقيقة الموضوع كله جه صدفة. هو مش صدفة قوي الصراحة، الموضوع كان قدري بشكل غريب. بس أنا أول مرة أحس بده كان مجموعي ما كنتش راضية عنه، وأول لما عرفته اتصدمت، لأني طول عمري من العيال الدحيحة اللي لو نقصوا ربع درجة يتصدموا. الصدمة كانت زيادة عليا شوية، بس أنا قبل ما أعرف مجموعي كنت باخد كورس جنب بيتي للقدرات. أما عرفت المجموع كملت الكورس عادي. وكان اليوم اللي عرفت فيه المجموع الفجر، كان الصبح امتحان القدرات بتاعي. عيني كانت منفخة ودايخة من كتر العياط، واللي هو أنا ساقطة وش في الامتحان ده. وفعلا رحنا الامتحان. سبحان الله جات لي فكرة وقلت لماما أنا عايزة أجل الامتحان. قالت لي هو ينفع يا سارة؟ قلت لها نجرب. وفعلا نفع، ورحنا الامتحان في يوم تاني بعدها بيومين تقريبا. اديت في الامتحان ده بكل طاقتي، قلت يا انا يا قاتل يا مقتول، وفعلا نجحت فيه بجدارة. هو الامتحان كان عبارة عن تصميم ابتكاري. تصميم ابتكاري محتواه ان احنا ايد واحده ورسمت كوكب وحواليه ايدين كنوع من انواع الوحده، ولونته طبعا. وكان في تعبير المفروض ان احنا نرسم فيه مؤتمر سياسي، فرسمت المكان اللي فيه المؤتمر وناس ماسكه ميكروفون كصحفيين. طلعت بقى من الامتحان القدرات ده منهكة حرفيا. في بالي حاجة واحدة بس، ان لو اترفضت فانا عملت اللي عليا. انا في تانية ديكور دلوقتي وشايفة ان كان شكله حلو، وربنا كان منزل عليا سكينة لان انا تعبت في الرسم. كان عندي سلام داخلي عشان فعلا عملت كل اللي اقدر اعمله، وفعلا نجحت نجاح بعد فضل ربنا. كان نجاح مستحق وبقدارة لاني تعبت. A few moments later. القصة التانية معانا جهاد بتقول حكايتي بدأت بعد ما كنت عايزة أدخل فنون تطبيقية، وخدت كورس القدرات على هذا الأساس. وأنا في نص الطريق راح الامتحان لقيت النتيجة طلعت، ولقيت نفسي مش جايبة المجموع على كام درجة، وجايبة مجموع فنون جميلة. ساعتها زعلت قوي إني رايحة الامتحان وأنا كده كده مش هدخلها حتى لو نجحت في القدرات. فبس ساعتها قلت لأ، هكمل عادي ومرجعش بحيث إني آخد تجربة جديدة. وفعلا رحت ولقيت جايلي سؤال تعبيري ان ارسم موضوع محطة قطر تحت الانشاء، ورسمت بقى المنظور بتاع القطر وان في طوب واسمنت والعمال شغالين. اما في التصميم الابتكاري بيتكلم عن الطرد، زي مثلا واحد طالب حاجة من دولة تانية وكده ويجيله عن طريق الطيران. فرسمت طيارة ونازل منها صناديق وعملت رموز زي الجي بي اس، وافتكرت ان اخر يوم للتقديم القدرات كان امبارح وقتها. بس لما جيت اسال تاني لقيت انهم مدوا اسبوع كمان. فقدمت على طول على امتحان قدرات فنون جميله، ورحت الامتحان تاني يوم ولقيت في السؤال التصميمي الابتكاري جاي موضوع عن مصر للطيران. قال لي هو ان انا ارسم طياره تاني، فساعتها فرحت قوي، زودت بقى برج القاهره للدلاله على مصر وكده. وكان في السؤال التاني كان موضوع عن المصيف، فالمفاجاه هنا اني كنت متدربه على المصيف في البيت. كان ساعتها الجو حر قوي فقلت يمكن يجي. والحمد لله خلصت الامتحان وربنا وفقني وجبت لائق فيه هو وتطبيقية، بتوفيق ربنا وتيسيره للأمور، وإن دايما ربنا بيختار لنا اللي فيه الخير. القصة التالتة معانا ياسمين بتتكلم وبتقول بصي، أول حاجة أنا حكايتي كانت غريبة سيكا أصلا. فنون جميلة طول عمرها حلمي، بس في تالتة ثانوي بالذات ما كانتش على بالي خالص. بس بعد ظهور النتيجة بيومين قعدت أدور لو التسجيل لسه مفتوح، وكله قال لي إنه خلاص قفل، وحسيت إني زعلت. بعدها كنت بقلب على الفيسبوك، لقيت بنوتة بتقول قدرات فنون جميلة قفلت ولا لسه؟ كله قال قفلت، ما عدا كومنت في النص قال النهارده اخر يوم في المدة اللي هم مدوها بعد ما قفلوا، والحقي احجزي. لقيت نفسي بحجز بسرعة وانا مش عارفة انا بعمل ايه اصلا. بعد ما سجلت فضلت شوية، هو انا سجلت بجد؟ قلت ارجع ادخل على الموقع، لقيت التسجيل قفل والموقع قفل. كانت الصدمة بجد اني لحقت اسجل على اخر ساعة في التسجيل. يومها جالي الدفع وميعاد الامتحان بعدها بيوم،
وانا عندي الموهبه وبعرف ارسم من صغري، بس كله قاعد يقول لي مش اي حد بيعدي، وكمان اخر ايام بيرفضوا كله. ما كنتش عارفه اي حاجه عن الامتحان بالمعنى الحرفي. فجاه جت في دماغي بنوته كنت اعرفها في فنون جميله. قلت لها اعمل ايه؟ قالت لي حاولي تبتكري على قد ما تقدري، اثبتي لهم انك موهوبه، مش بس بتعرفي ترسمي، وشوفي فيديوهات على اليوتيوب حاجات عن المنظور ورسم تفيدك. دخلت بسرعة الساعة 12 بالليل أشوف أي فيديو، لقيت إن في تظليل ومنظور ورسم تعبيري. سمعت فيديوهين ودخلت نمت. قلت أنا واثقة إن زي ما ربنا حطني في آخر لحظة إنه خير. ورحت الصبح فنون جميلة الزمالك وجايلي سؤالين عن مول تجاري ورسم بني آدمين وعملات تجارية ومباني. أنا ما كنتش عارفة أعمل إيه، بس فجأة لقيت نفسي إيدي شغالة لوحدها وبعمل المول والمنظور وانا مش عارفه حتى انا بعمل ايه. وبدات افتكر جمله البنوته ابتكري على قد ما تقدري. بدات اسمي محلات باسماء جديده وبينهم رموز وناس ماشيه وماسكه شنط باسم الماركه وباسم محل حرف. السؤال التاني رسمه كانت عن المراه العربيه. هنا عطلت حتى اقول اعمل ايه. لقيت برضو نفسي بختار الوان بارده وسخنه وبدمجهم مع بعض وبرسم الكلام بطريقه زخرفيه. سلمت الورقه وانا بقول انا واثقه في ربنا. رجعت البيت وريحت ساعتين. قلت افتح الموقع اشوف ايه الدنيا. لقيت في وشي تم اجتياز بنجاح. ضحكت وقلت اللي خلاني اقدم على اخر لحظه كان اكيد ليه حكمه. طب انا خدت استفاده ايه من كل ده؟ ان ربنا مش بيديك موهبه كده وخلاص، اكيد هتستغلها وتستفيد منها. انا ما كنتش واخده ولا كورس قدرات ولا عارفه اي حاجه، بس برضو ربنا كان معايا. 5 minutes later. القصة اللي بعد كده نورين بتقول أنا كنت علم رياضة، عملت امتحان عمارة وفنون. أنا كان نفسي أخش عمارة قوي. امتحان قدرات عمارة كان جميل قوي وسهل جدا. كان فيه سؤالين. السؤال الأول كان فيه 4 أشكال وأنا بختار 3 منهم وارسمهم مع بعض وأعمل الظل والنور بتاعهم. السؤال التاني كان أرسم مركز شباب وأبين غرف الحارس. كان الامتحان أثناء المراقبة، كانت المعيدة اللي بتراقب علينا كانت لذيذة جدا وكانت بترد على اي استفسار انا كنت بسأل فيه. والحمد لله اتقبلت في القدرات عمارة، بس ما دخلتش عمارة بسبب تنسيق الثانوي. الحمد لله عشان كان ليا نصيب اخش فنون. عملت اختبار قدرات فنون بعد ما قدموها بيوم، وانا ما كنتش عايزة اعملها لاني كنت عايزة اخش عمارة، بس عملتها. كان امتحان قدرات فنون جميلة لذيذ قوي وسهل. وكان السؤال الاول ان احنا نعمل تذكار عن مصر مع مراعاة نكتب جملة السياحة في مصر. السؤال التاني نرسم ممشى اللي بيمشوا فيه الناس. الامتحان كان حلو وجميل جدا. المعيد اللي كان بيراقب علينا كان متعاون معانا جدا وكان منظم. وانا خلصت امتحان القدرات بتاع فنون جميلة حسيت اني هاجي الكلية دي، والحمد لله انا دخلت فنون جميلة وهي كانت كلية لذيذة جدا جدا. القصة اللي بعد كده معانا ايمان بتقول هو الموضوع ما كانش أزمة بالنسبة لي لأن كنت برسم من زمان، ومستواي نوعا ما كان كويس قبل كده. بس طبعا لما قطعت رسم في ثالثة ثانوي كنت محتاجة أرجع أمشي إيدي تاني قبل امتحان القدرات. فنزلت كورس عندنا هنا، والحمد لله كان مستواي عالي بالنسبة للي معايا. قدمت الامتحانين تطبيقية وجميلة لأني ما كنتش ضامنة المجموع وعايزة فنون بأي طريقة. تطبيقية جالنا تصميم منظور لمسرح وتصميم لليوم العالمي للمعلم. الوقت كان كويس لانهم ما بيركزوش في رسم الاشخاص، والنتيجة طلعت تاني يوم واتقبلت في تطبيقية. بعد كده كان امتحان فنون جميلة، جانا رسم مشهد لسكة قطار وتصميم لمحل اسماك تقريبا، ده نفس اللي جالي يا جماعة. وملحقتش اخلص تظليل ساعتها، بس حاولت الجزء اللي اعمله يكون متقن. في نفس اليوم بعد الامتحان بكام ساعة ظهرت نتيجة جميلة واتقبلت فيها، وده برضو كان نفس يوم نتيجة الثانوية العامة. أوبا. المهم بالنسبة للامتحانين لازم يكون عندك تغذية بصرية وأفكار كتير عشان الامتحان ساعتين حرفيا. فالمفروض تبقى مجمع أكبر عدد من الأفكار، وطبعا استخدم الأدوات تطبيقية فقط لكن جميلة فري هاند. قصدها ان انت وانت بتمتحن تطبيقية هيكون معاك المسطرة والأدوات الهندسية، لكن فنون جميلة احنا بنشتغل المنظور بيكون فري هاند من غير أي أدوات هندسية. وسام بتقول أنا سجلت على موقع الوزارة ودفعت خلال 8 ساعات وجالي ميعاد بعدها بيومين، ولازم تروحوا في ميعادكم عشان لو خلفتوا الميعاد مش هتعرفوا تقدموا تاني. المهم دخلت اللجنة، جالي سؤال تعبيري طبعا فري هاند، مش منظور زي التطبيقية. يعني بيعتمد أكتر على الموهبة في السؤال ده. لازم تركز على التظليل والنسب.
ولو هترسم اشخاص خلي بالكوا كويس جدا من نسب الجسم والمنظور. المهم السؤال التعبيري ده عباره عن انه بيشرح مشهد معين، وكمان تضيف من عندك للمشهد، بمعنى ما ترسمش اللي هو ذكره بس، تخيل اكتر وضيف من خيالك اكتر في السؤال. السؤال جالي بيتكلم بالشكل ده: في صباح مشرق حيث الناس تستمتع بوقت العطلة الصيفية ويتعالى صوت ضحك ولعب الأطفال على شاطئ البحر، والشباب يستمتعون بالألعاب والأنشطة المائية. يعني كان كده تقريبا. تاني سؤال ابتكاري أو إبداعي عبارة عن جملة وإنت بتعبر عليها بتصميم نفس فكرة بوستر الإعلان، أو إنك ترسم حاجة بسيطة تعبر عن الجملة اللي في السؤال. جالي في أعمل تصميم ابتكاري بيعبر عن السوق السوداء. رسمت دولار ولفف حواليه كلبش وكتبت احذر الغش. السوق السوداء يا جماعه اللي هم بيبيعوا فيها من الاخر العملات الغير رسميه، او اللي هو التجاره في العمله، يعني على حسب معرفتي، برضو انا مش عارفه قوي في الحوار ده. يجي بقى لقصه صديقتي شهد. شهد بتقول: هو انا بصراحه انا كنت رايحه قلقانه وخايفه قوي، عشان فنون جميله كانت حلم بالنسبه لي وكان نفسي ادخلها من وانا صغيره. كنت عارفة شوية معلومات عن الامتحان قبل ما أدخل. الامتحان كان عبارة عن جزئين، جزء بنرسم فيه موضوع بالرصاص اللي هو طبعا قصدها المنظور يا جماعة. أنا جالي أرسم محطة قطر وفيها ناس، والجزء التاني بنعمل تصميم بالألوان الخشب والفلوماستر. في الأول كنت متوترة شوية بس هديت نفسي وأخدت 5 دقايق كده أفكر أنا هرسم إيه، وسلمت ومشيت، ونتيجة ظهرت في نفس اليوم بالليل، ولقيت كلمة لائق كده بالأخضر وفضلت أتنطط على السرير. الفكرة من قصة شهد إن يعني هي كانت أخدة الموضوع بإن هي ركزت قبل ما تخش الامتحانات نفسها متوترة، فقامت قعدت تفكر وهدت نفسها. فانتوا لازم تعملوا نفس الفكره دي بالظبط. اما تخشوا الامتحان ما تبداوش على طول في الاسئله، حتى لو لقيتوا كل اللي حواليكم بداوا يحلوا، هاتوا ورقه واعملوا سكتش وفكروا انتوا الاول هترسموا ايه، طلعوا فكره. لو جبتوا الفكره كل حاجه هتبقى سهله بعد كده. نيجي بقى لاكتر قصه انا بصراحه يعني غريبه بالنسبه لي. امنيه بتقول: يوم امتحان القدرات بتاعي انا اتحدد لي اخر يوم واخر ميعاد واخر امتحان، يعني مقفله من كله. وكنت اصلا ناسيه الميعاد ومعديه انا وبابا جنب الجامعه كده وقتها، افتكرت انه عندي امتحان يومها، ورحت يا دوب معايا قلمين رصاص واستيكه ولونين ثلاثه كده. يعني هي اصلا كانت معديه مش عارفه الامتحان النهارده ولا لا. رحت لقيت عدد كبير قوي طبعا، وكان كل واحد جايب معاه ادوات بقى واقلام وبراندات. بقيت على الله وبابا واقف مستنيني تحت مفكره ورقه وهرسم شجرتين ولا حاجه. اول سؤال كان ارسم ملعب كره طايره واعمله بمنظور مع التظليل بالرصاص، والتاني كان ديزاين لكيس محل ملابس. خلصت اول واحده في القاعه حرفيا. حكايه اني خلصت في نص الوقت دي وترتني شويه، وكان وضعي بالادوات اللي معايا ما يسرش. سبتها على الله ومتوقعتش ان اتقبل عادي. اهم حاجه من ده كله حب الحاجه اللي بتعملها وهتقدم فيها احلى شغل. القصه اللي بعد كده امل بتقول: بعد ما خلصت امتحانات ثانويه عامه ما كانش لازم اضيع من ايدي فرصه ان اكون في كليه فنيه، حتى لو جبت 100% في ثانوي مستحيل كنت هعرف ادخلها من غير امتحان القدرات. عشان كده اخدت الكورس ودخلت امتحان فنون تطبيقية ونجحت فيها كمان. بس للأسف يومها كان يوم ظهور النتيجة، وكنت داخلة الامتحان عارفاها وعارفة اني هنجح، بس مش هكون في المكان ده. بعد كده كان لازم يكون عندي البديل، وهي فنون جميلة، واللي طبعا اهلي في البدايه رفضوا الرفض القاطع اني ادخلها بسبب وجودها في محافظه مختلفه عن المحافظه بتاعتنا. وبعد الاقناع المستمر مني ومن المستر بتاعي قدرت اني الحق الاختبار في اخر يوم امتحان. برضو ايه يا جماعه كلكم امتحنتوا اخر يوم ولا ايه؟ ودخلت ونجحت، وده لان كنت متدربه على كافه اشكال الامتحانات اللي كانت بتتكون من سؤالين، الاول تعبير والتاني تصميم. وكنت بعمل جنبي تايمر بوقت زي وقت الامتحان عشان ما انساش نفسي وانا قاعده بشتغل. والحمد لله انا دلوقتي في فنون جميله، المكان الوحيد المناسب ليا، والا عمري ما كنت هشوف نفسي في مكان غيره. وما تنساش ابدا ان ربنا لو اراد للعبد حاجه عمرها ما هتروح لغيره، حتما هتكون من نصيبه. القصه اللي بعد كده رفايده بتقول: الاسئله العمليه اللي كانت في اليوم اللي امتحنت فيه عن شاطئ، وانه ترسمي بقى المشهد بتاع الشاطئ، ورسمت بقى الشاطئ والناس بنسبهم الصحيحه. خدتوا بالكم من حوار النسب ده لانه كذا حد اكد عليه. وعربيه الايس كريم واطفال بيبنوا اشكال بالرمل، وعملت الاشكال دي على شكل اشكال هندسيه عشان ابين لهم ان انا فاهمه
خدتوا بالكم؟ ده بقى موضوع الفكر اللي احنا بنتكلم عنه، انت لازم تبين لهم ان انت فاهم مش بس بتعرف ترسم. بالنسبه للرصاص كان المفيد بالنسبه لي في المنظور والظل والنور، وانك تشتغل على تظليلك يبقى ناعم بدون تسييح وشكله منمق. بدون تسييح يعني ان انت هتظلل بالقلم الرصاص من غير ما تجيب قلم تسييح او تسيح بمنديل. لازم تعمل كله بالقلم الرصاص. يعني هم لو شموا خبر ان انت سيحت انسى بقى، يعني انت كده مش هتعدي. وطبعا نسب الجسم الصحيحه والاشكال الهندسيه بالظل والنور بتاعتها. وطبعا انت بتفترض الضوء من جهه في اللوحه بتمشي الكل عليها. قصدها ان انت لما بتبدا ترسم بالنسبه للتظليل بتفترض جهه من النور. يعني مثلا هنقول النور جاي من هنا يبقى هنا الاغمق وهنا الافتح، لو هتفترضه من هنا يبقى هنا الافتح وهنا الاغمق، وهكذا. غالبيتكم عارفين الموضوع ده لو بتاخدوا كورس قدرات او شفتوا فيديوهات على اليوتيوب. والسؤال التاني كان تقريبا 20 في 20 او حاجه كده. ده طبعا بالالوان، كان عن تحذير من السوق السوداء، ورسمت فيه دولارات وحراميه كده بجانب الجمله التحذيريه من السوق السوداء. فده محتاج فيه خط مهندم وشكله حلو، وحاول تتدرب عليه وبس، ربنا يوفقك. A few moments later. القصه اللي بعد كده سهيله بتقول بصي يا ستي، انا قدمت على الامتحان في الاخر ورحت امتحن اخر يوم خالص. يا جماعه ده تقريبا كل القصص كلهم راحوا يمتحنوا اخر يوم، وانا الوحيده اللي قدمت في الاول ولا ايه؟ كنت اخد كورس قبل الامتحان زي اي حد، بس حصل عك وما عرفتش اخده، وما حضرتش غير محاضره واحده بس اتشرح لي فيها نظام الاسئله، انهم سؤالين، واحد لتصميم والتاني موضوع هنظلله وهيبقى فيه منظور. طبعا انا رسامه مبتدئه، رغم اني كنت برسم اكتر من 13 سنه، معرفش المنظور ومش مهتمه قوي بالتظليل، وكان لسه يومين على الامتحان. قعدتهم كلهم على اليوتيوب بتعلم الحاجات اللي محتاجاها. كنت مطبقه قبل الامتحان لحد الصبح حرفيا، ونزلت بدري قوي قوي، وفضلت قاعده على رصيف قدام الكليه شويه حلوين. لحد قبل ميعاد الامتحان بشويه طلعت اللجنه اول واحده، وما كانش فيه ارقام جلوس، فكنا بنقعد عشوائي واحنا بنمتحن. الساعه بتاعتي اللي ساعدتني اقسم وقتي في الاسئله بشكل مظبوط، لاننا مش معانا طريقه نعرف بيها الوقت في اللجنه. وكنت باريه كام قلم هستخدمه من ورا ومن قدام، علشان لو القلم اتقصف ما اقعدش اضيع وقت ان ابري فيه. حلو قوي النقطه دي يا جماعه، ان انتوا لما تخشوا الامتحان حاولوا تخلوا معاكم ساعه في ايديكم، لان هم اكيد مش هيسمحوا لكم تخشوا بالفون. وكمان ابروا اقلامكم كويس قوي زي ما هي عملت من الجنبين، علشان ما تضيعوش وقت في ان انتوا تبروا الاقلام وكده. فدي نقطة حلوة قوي جدا. لما خلصنا الامتحان كان حرفيا كله مسلم ورقه فاضي ومفيش حد مخلص، بس علشان كان معايا الساعة عرفت اظبط الوقت مظبوط، وخلصت السؤالين بدري كمان. روحت البيت وعلى طول تاني يوم الصبح النتيجة طلعت، ولقيتني اتقبلت. ما كنتش مصدقه حرفيا، لان النتيجه طلعت بالصدفه وانا قاعده بعمل ريفرش للصفحه كل شويه. قلت يمكن علقت بسببي. المهم قررت من ساعتها اني استمتع بوقتي في الكليه وما تعبش اعصابي تاني، لان الحته الصعبه عدت خلاص، واستمتعت بسنه اعدادي برغم انها كانت مرهقه جدا. بس سنه اولى اصعب منها بكتير، قصدها سنه اولى تخصص يا جماعه. دخلت قسم نحت اللي كنت عايزه ادخله اصلا، رغم ان مامتي ما كانتش موافقه علشان الشغل العملي فيه صعب، بس حظي بقى جالي برضو. ودي كانت شوية من قصص زمايلي عن يوم اختبار القدرات بتاعتهم. زي ما انتم شايفين كتير منهم كانوا مقدمين في آخر يوم، وكتير منهم مروا بمواقف مضحكة أصلا، وكان يكاد يكون إن هم ما يتقبلوش، ولكن اتقبلوا عشان ربنا عايز كده. لو عجبتكم القصص ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو برضو مريتوا بتجربة مشابهة زي دي وحاسين إن هي ممكن تفيد غيركم، ما تنسوش إن انتوا تكتبوها في الكومنتات تحت. وبس كده، دي كانت كل حاجة النهاردة يا شادوز. أشوفكم على خير، باي.